في سهوب أضرار يبدأ النهار على وقع آلات الحصاد وهي تشق طريقها وسط حقول القمح، معلنة بداية موسم ينتظره الجميع، موسم لا يشبه سابقيه، إذ ترافقه هذه المرة ديناميكية جديدة عنوانها دخول أجرو درايف إلى الميدان، معدات حديثة تضيف نفسا مختلفا لعملية الحصاد. الهدف الأساسي هو مرافقة الفلاح في عملية المكننة، لأن كما تعلمون المكننة هو عماد من أعمدة عصرنة الفلاحة. الجديد في هذا الموسم هو دخول المراكز الجوارية العشرة حيز الخدمة، والتي تقع بمحاذاة المحيطات الفلاحية، مما يسرع من عملية الحصاد والدرس لهذه السنة. حدوث أي حريق يكون تدخل مباشر وسريع لأجل مكافحة الحرائق المحاصيل الزراعية. لسنة 2025-2026 بولاية أضرار، فلاحو الولاية يستبشرون خيرا هذا الموسم، وعندنا العزيمة والإرادة باش ننجحوا إن شاء الله وندعموا الاقتصاد الوطني بالكميه اللي قادرين احنا ننتجوها ان شاء الله. واحنا ان شاء الله عندنا الاراده ان شاء الله اللي نكونوا في حسن الظن كفلاحين ان شاء الله واقفين على هذا الشيء من اجل المساهمه في الاكتفاء الذاتي. الحمد لله كاين توفير منتوج، احنا نوفروا المناتج ان شاء الله، كاين فيها منتوج خير ان شاء الله، ونستفادوا خير ان شاء الله في العام هذا المقبل ان شاء الله في المنتوج ان شاء الله يكون اكثر واحسن. قمنا بمساعده الفلاحين كتسبيق للمدخلات الفلاحيه من بذور واسمده، اللي لاحظنا عليه انه كان اقبال كبير من الفلاحين اللي كانوا عندهم شويه عزوف ولا كان راح يقلصوا المساحه المزروعه. الحمد لله كاين بزاف وسعوا المساحه. تسهيلات ومساعدات تلقاها الفلاحون ساهمت بشكل كبير في توسيع المساحات المزروعه. هذه السنه المساحات المعنيه بالزراعه هي 38,000 هكتار، منها 32,000 خاصه بالرش المحوري، أي بزيادة 30% مقارنة بالسنة الماضية. وكما تلاحظون كل الظروف مهيئة، كل الإمكانيات متوفرة، والمصالح المحلية المختصة ترافق وتتابع وتدعم كل المستثمرين من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة من طرف السلطات العليا. هنا تتقاطع الجهود، فلاحون يراهنون على محصول وفير بعد توسع المساحات المزروعة ومرافقة تقنية لا تنقطع ضمن تنظيم محكم تشرف عليه مختلف الهيئات. جميع الوسائل متوفرة، سواء عملية آلات الحصاد ووسائل النقل، وهذه السنة إن شاء الله وسنة خير بالنسبة للفلاحين. بين سنابل الذهب تروى قصة موسم واعد، موسم تتعانق فيه الإرادة مع الإمكانيات لصناعة وفرة تكتب من قلب الجنوب. اليوم أشرفنا على انطلاق موسم الحصاد والدرس لولاية أضرار، حيث المساحة المزروعة للحبوب هي 38,000 هكتار، ونتوقع إن شاء الله مردود جيد يقارب 1,700,000 قنطار إن شاء الله. وبظفر جهود المسؤول مع الفلاح تضمن ولاية أضرار ريادتها بين ولاية الجنوب الجزائري في تعزيز الإنتاج المحلي والمساهمة في تأمين الأمن الغذائي الوطني.